لفظ صح ولا غلط، العنصريه شويه، ده احساسي، او حد كان قال لي عشان ما ابقاش كداب. لا والله ما فيش عنصريه يعني والله. ما ارتحتش انت هناك، اللعيبه ما عملتكش معامله جيده. انا كابتن، انا رحت روما وكان سني صغير جدا، كان سني 20 سنه بس. رحت، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه. الفرقه اللي انا رحت عليها في روما مش زي فرقه روما دلوقتي. نعم. ده دول كانوا قبليها ابطال الدوري. يعني اقول لك اسماء اللي كانت موجوده، كان توتي وديلفيكيو ومونتيلا وكانديلا وبيروتا وبانوتشي وكل اللعيبه دول كانوا هم اللعيبه الاساسيين بتوع روما. نعم. فكان طبعا في يعني فرق في التفكير بالنسبه للسن. دول لعيبه كانوا اكبر مني، يمكن كلهم اكبر مني باكتر من 10 سنين. الوضع مختلف عن محمد صلاح شويه. انا شايف ان محمد صلاح في لعيبه كتيره في روما دلوقتي صغيرين في السن. طريقه اللعب اللي بيلعب بيها رودي جارسيا مناسبه تماما لطريقه لعب محمد صلاح. هو راجل بيقفل اللعب كويس جدا، وبيلعب باثنين اجنحه عندهم سرعات عشان ينقلوا له الهجمه في اسرع وقت ممكن، وده بينطبق على محمد صلاح بشكل كبير جدا. طبعا محمد صلاح وجيرفينيو وايتورب وكل اللعيبه اللي بتلعب على الاجناب كلهم عندهم نفس الميزات. فانا شايف ان محمد صلاح عنده فرصه كويسه جدا للتالق مع روما، وشايف ان في مسانده كبيره جدا موجوده، سواء من يعني انا النهارده شفت في التلفزيون دانيال دروسي، ده طبعا كابتن الفرقه بعد توتي، بيتكلم بشكل ايجابي جدا عن محمد صلاح، وبيقول انا فرحان ان في لعيب بقيمه وامكانيات محمد صلاح موجود معانا في روما. فاتمنى له التوفيق، وانا واثق ان شاء الله ان هو هيجد المساعده الكافيه في روما، وباذن الله انا شايف ان روما هم يعني المرشحين اللي او اهم مرشح للفوز بالدوري بغض النظر عن نتيجه النهارده. لكن هم فريق متكامل، معاهم مدرب شغال معاهم بقاله 3 سنين، فهموا طريقه لعبه بشكل جيد. والاهم من كده ان هم في رايي ابتدوا يفهموا ان دلوقتي جه الوقت اللي ممكن توتي ما يبقاش بيلعب كل مباراه. ودي نقطه مهمه جدا. توتي طبعا لعيب كبير جدا، وطبعا نجم روما الاوحد، لكن وصل لمرحله سنيه معينه ومرحله معينه من المجهود البدني اللي لازم يتم راحته في بعض المباريات، وده اللي فعلا حصل في اول مباراتين امام فيرونا وامام اليوفي. ما لعبش حتى ولا دقيقه، واعتقد ان دي ليها يعني عائد ايجابي كبير جدا على اللعيبه، ان هم حاسين ان اللعيب الجاهز فقط، واللعيب اللي هيقدر يفيد الفريق بشكل جيد هو اللي هيكون موجود في التشكيل الاساسي. صلاح كان افضل النهارده من المباراه اللي فاتت يا ميدو؟ كان افضل انا عايز افضل في تعاون اللعيبه، مع لان انا مباراه فيرونا الحقيقه كنت قاعد متنكد، حاسس اللعيبه مش راضيه تبصيله. يعني ساعتها في المباراه ما اعرفش، حاسس انه ده كان مضايقني جدا، وقلت انه ممكن تبقى فرص نجاح صلاح مع روما مش هتبقى كبيره لو الامر استمر بهذه الطريقه. لكن النهارده الحقيقه يمكن انا ما اتفرجتش على المباراه، كان عندي ظرف منعني ان انا اتفرج على المباراه. بتفرج دلوقتي على لقطات منها وانا معاك كده على الهوا، حاسس انه لمساته افضل، انه حريته اكتر شويه في الملعب. كابتن، لازم الاول نامن ان محمد صلاح لعيب محتاج نوعيه معينه من المباريات. نعم. محمد صلاح بيحب المساحات. كل ما يبقى فيه مساحه بشكل اكبر كل ما محمد صلاح هيقدر يأدي بشكل افضل. وماتش النهارده كان في الشوط الثاني بالذات كان فيه مساحات اكتر من مباراه فيرونا. لما تكون بتلعب في فرقه في وسط الجدول يا كابتن شوبير، معظم المباريات اللي بتلعبها بيبقى فيها مساحات، لان الفرق ما بتبقاش عامله حسابك قوي. لما بتلعب في روما، لما بتلعب في اليوفي، لما بتلعب في الميلان، في الانتر، في الفرق الكبيره دي، الماتشات كلها بتبقى المساحات قليله. وده شيء لازم محمد صلاح ياخد باله منه ويطور نفسه ان هو ازاي يلعب في الزحمه. ودي نقطه مهمه جدا. الاهم من كده ان خلاص كل مدافعين الدوري الايطالي والمدربين بتوع الدوري الايطالي ابتدوا يحفظوا طريقه لعب محمد صلاح. حفظوا ان هم لو سابوا له مساحه ولو استلم الكره براحته هيسبب مشاكل كبيره جدا، لان هو لعيب عنده معظم الامكانيات اللي ممكن تاذي اي فريق. لعيب سريع، لعيب عنده مهاره كبيره جدا، لو اتيحت ليه فرصه من نص فرصه ممكن ان هو يحرز هدف. فالنهارده بعد ما تألقوا مع فيورنتينا ابتدى المدربين وهم حتى بيهاجموا على روما عاملين حسابهم ان في واحد على طول واقف قريب منه، وده شيء لازم محمد صلاح يتغلب عليه. يعني اللعيب الذكي اللي هو جوه الملعب لما يبقى عنده ازمه وان خلاص الناس تبتدي ان هي تقفل له طريقه اللعب بتاعته، ان هو يحاول ان هو يبتكر طريقه ثانيه ان هو يقدر يحرز اهداف. لكن انا شايف ان هو حتى الان مشواره مع روما جيد. في المباراه الاولى كان متوسط، مباراه النهارده رغم ان هي مباراه كبيره كان احسن بكتير، وان شاء الله في المباراه الجايه يبقى افضل وافضل. ميدو، بسالك عن الدوري الانجليزي، يعني